السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وطبعا بمناسبة الكريسماس فهنعمل النهاردة مع بعض البانيتوني الإيطالي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومبسطة. هنحاول ان احنا نختصر الطريقة كلها وهنعمله في يوم واحد. طبعا المتعارف ان هو بيتعمل في حوالي 3 ايام ماكسيموم، بس احنا النهاردة هنعمله في يوم واحد بس وبطريقة بسيطة جدا وسهلة وبخامات وبأدوات موجودة في البيت. والنتيجة تحفة، النتيجة أصلية جدا. خلاص. افتكر ان دي اسهل طريقة للبانيتوني الإيطالي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. الخطوة الأولى معايا زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بحوالي كوباية ونص من الدقيق المنخول. تمام كده. وبعد كده هنزل بحوالي 3 معالق صغيرة من الخميرة الفورية، وكمان هنزل بمية فترة. خلاص. شوية بشوية لغاية لما نوصل للقوام المناسب، لغاية لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، تكون العجينة بتلزق جدا جدا معاكي وطرية جدا. خلاص. بنبتدي بقى ان احنا نغلفها وبنسيبها ترتاح تتخمر كده لمدة حوالي 3 ساعات. لازم العجينة بتاعتك تتخمر كويس، كل ما بتتخمر كل ما بتديكي نتيجة كويسة جدا. خلاص. يبقى وصفتنا النهاردة بتعتمد على التخمير، احنا بنعملها على مراحل كده، على 3 مراحل، بس مهم جدا التخمير فيها. تمام. وان وقت التخمير يكون كبير شوية. فاحنا المرحلة الاولى هنسيبها في التخمير 3 ساعات. وده شكل العجينة بتاعتي بعد حوالي 3 ساعات. طبعا خمرت بشكل كويس زي ما انتوا شايفين، وظهر فقاعات كده على الوش. تمام كده. هبتدي بقى في المرحلة التانية. المرحلة التانية لسه في باقي مكونات هتضاف، انا لسه ما ضفتهاش طبعا. هنزل بنص كوباية من السكر زي ما انتوا شايفين، ومعلقة صغيرة من الملح. عندي 4 صفار بيض، صفار بيض مش البياض خالص، بنفصل البياض عن الصفار. وعندي كمان حوالي 3 معالق كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وبرده البيض بدرجة حرارة الغرفة. تمام كده. ونزلت كمان بمعلقة كبيرة من العسل الأبيض. العسل الأبيض بيديلها طعم وقوام حلو جدا، ما تستغنيش عنه أبدا، أساسي في الوصفة بتاعتنا النهاردة. وهنزل كمان ببشر برتقان. خلاص. برضو ده مهم جدا في الوصفة وبيديلها نكهة حلوة جدا. تمام. لو متوفر عندك مربى البرتقال تقدري انت تحطي منها. هنزل كمان بحوالي نص كوباية من المية الفترة. خلاص. مش مية باردة ومش مية مغلية طبعا، مية فترة جدا. علشان الخميرة بتاعتي ما تقتلش، الخميرة بتاعتي لازم تكون فترة. هبتدي ان انا ادوب المكونات بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين في البداية. وبعد كده عندي 4 كوبايات من الدقيق المنخول، هنزل بيهم على دفعات مش دفعة واحدة. تمام. وممكن ما استخدمهمش كلهم، اهم حاجة ان العجينة تلم معايا وما تلزقش، بس في نفس الوقت تكون طرية. تمام. او هي هتلزق منك شوية، حاجة بسيطة جدا، ولكن انا مش عايزاها تكون بتلزق قوي، وبرده مش عايزاها تكون ناشفة قوي او ماسكة نفسها قوي. انا عايزاها تكون طرية كده، بس في نفس الوقت ايه، هوريها لك دلوقتي يعني ايه. بتلزق حاجة بسيطة جدا جدا كده. تمام. طبعا هبتدي بقى ان انا اعجن بايدي عشان اعرف اعجن كويس. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده رشة بسيطة من الدقيق على سطح الرخامة بتاعتك، وببتدي ان انا الم العجينة بتاعتي. طبعا انا ما حطيتش كل كمية الدقيق اللي انا قلت لكم عليها اللي هم 4 كوبايات الدقيق، انا بس بجهزهم كده على جنب وباخد شوية بشوية على حسب الدقيق بتاعي هياخد قد ايه. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده العجينة طرية وبتلزق شوية، مش بتلزق قوي، هي بتلزق شوية. هو ده القوام اللي انا عايزة اوصل له. اول ما الاقيها كده خلاص مش بحط دقيق تاني، بس لازم تعجني العجينة بتاعتك كويس عشان تديكي نتيجة كويس، عشان تكون مرنة وطرية معاكي كده بالشكل ده. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين.
وبعد كده بأي قطع شوكولاتة موجودة عندك أو تشوكلت شيبس. طبعا أنا استخدمت تشوكلت شيبس وكمان نزلت ب عين جمل كده كسرته قطع صغيرة. تمام. لو بتفضلي ان انت تستخدمي الفواكه المجففة طبعا عادي جدا براحتك. انت ممكن تعمليها بالشوكولاتة او بالفواكه المجففة على حسب الرغبة. وبعد كده زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا الم العجينة واخلط كده الشوكولاتة بتاعتي بالعجينة بشكل كويس بحيث ان هما يتداخلوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وفي اي حله تكون ارتفاعها عالي زي ما انتوا شايفين كده بحط العجينه بتاعتي. طبعا بدهنها الاول بماده دهنيه وبحط العجينه بتاعتي وبسيبها يوم كامل في التخمير. طبعا بغطيها بشكل كويس وبسيبها يوم كامل. وده شكل العجينه بتاعتنا بعد ليله كامله خلاص في التخمير. زي ما قلت لكم احنا بنسيبها ليله كامله في التخمير علشان تديلنا نتيجه كويسه. آه طبعا زي ما انتوا شايفين شكلها رائع خلاص اتخمرت بشكل كويس جدا. هنجيب بقى اي سكينة حادة عندنا وهنعمل خطوط بسيطة كده من على الوش. بس اهم حاجة ان السكينة تكون حادة بحيث ان احنا بنعمل خطوط خفيفة علشان ما نبوظش تخمير العجينة. تمام. او نطلع الهواء كله اللي فيها وطبعا العجين هيهبط معانا واحنا مش عايزين كده. تمام. هندخلها بقى على درجة حرارة 180 لمدة قد ايه؟ لمدة حوالي 40 دقيقة. تمام. لغاية لما نتأكد انها استوت كويس جدا. طبعا بنجربها بخلة الشيش طاووق اذا كانت استوت ولا لا. وده الشكل النهائي بعد ما طلع من الفرن. عايزه اوريكم بقى ان هو ما لزقش معايا خالص خالص في الحله طالما انا دهنتها بماده دهنيه كويس جدا. وممكن كمان تستخدمي ورق الكرتون خلاص. ممكن تستخدمي ورق الكرتون في الخبز برضو بيبقى كويس جدا معاه. ودي كانت ابسط واسهل طريقه للبانيتوني الايطالي. تمام. في طبعا طريقه تانية طويله شويه انما دي طريقة بسيطة سهلة وسريعة خلاص زي ما انتوا شايفين كده. والنتيجة تحفة، نتيجة على ضمانتي. جربيها هتعجبك جدا. يا رب تجربي الفيديو تجربي الوصفة والوصفة تعجبك وتنول رضاكي وتقولي لي في الكومنتات. وبس كده. فيديو النهاردة خلص ووصفة النهاردة خلصت معانا واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.